اخيرا ديدبول اند وولفرين، الفيلم اللي نزلوا له 50 تريلر قعدوا يشوقونا عشان نفضل مستنيين الفيلم ونعلي من توقعاتنا، وفي الاخر لما نقول الفيلم ما عجبناش يستغربوا قوي. الفيلم حلو يا جماعه، بس انا كنت داخل على اساس انه هيبقى في مستوى نو واي هوم او افنجرز اند جيم، طلع في الاخر في نفس مستوى ديدبول 1 اللي هو كان جامد وحلو على فكره، بس توقعاتي كانت اعلى من كده برضه بسبب كميه التريلرز وكميه الاخبار والميمز والهايب اللي كان على الفيلم من قبل ما يتعرض. قبل اي حاجه لازم اوضح الفيلم تصنيفه العمري يعني للكبار فقط، زائد 18، مليان شتايم وايحاءات جنسيه ومليان مشاهد دم وتقطيع وجثث وهياكل عظميه بشكل فاكد اب جدا. الفيلم فيه كميه فاكد اب سينز مرعبه اللي هو انا كنت قاعد متنغص من اللي انا بشوفه. لكن الفيلم كمان فيه شويه كاميوز تحفه، وطريقه ظهورهم دايما كانت تخلي السينما كلها تسقف. حقيقي اكتر حاجه بعشقها في عالم مارفل السينمائي هي الكاميوز، بيقدروا يجيبوا ناس ما يخطروش على بالك خالص انهم يوافقوا اصلا يطلعوا في الفيلم. الحاجه المهمه الثانيه، ايوه لازم تشوف كل افلام عالم مارفل السينمائي قبل ما تشوف الفيلم ده. يعني مش بس مطلوب منك تشوف ديدبول 1 وديدبول 2، وكمان مش بس مطلوب منك تشوف من اول ايرون مان 2008 لحد ذا مارفلز 2023، لا ده انت كمان يا معلم لازم تشوف افلام اكس مين اللي هي من اول سنه 2000 لحد اكس مين دارك فينيكس باين او ذا نيو ميوتنتس، مش فاكر مين قبل مين. بس ايوه انت بص، عشان تحظى بافضل تجربه في فيلم ديدبول اند وولفرين انت لازم تكون مارفل فان بوي، شفت كل الافلام، قريت كوميكس كتير، عشان ما يبقاش في افيه كده ولا كده يقع منك ما تفهموش لا قدر الله، ده بعد الشر يعني. تمام، الفيلم بتدور احداثه عن تعاون بيحصل بين ديدبول وولفرين ضد منظمه التي في اي، هدفهم هو انقاذ عالمهم من الدمار. فهل ديدبول وولفرين هينجحوا في المهمه دي؟ وليه التي في اي اختارتهم هم تحديدا؟ مخرج الفيلم هنا هو شون ليفي. اللي ما يعرفش شون ليفي ده شغال مخرج ومنتج على مسلسل سترينجر ثينجز، اتعاون مع رايان رينولدز في فيلمين فري جاي وذا ادمز بروجكت، وهو مخرج بيحب جدا يستخدم ستايل الريترو في افلامه، ستايل السبعينات والثمانينات. انا اصلا اهم سبب يخليني ادخل الفيلم ده هو شون ليفي، كنت عاوز اشوف ازاي هيوظف طريقه اخراجه الابداعيه دي مع الكوميديا المسخره اللي بيقدر يطلعها من رايان رينولدز، وكل ده تقريبا على حد علمي دي اول مره شون ليفي يخرج فيلم سوبر هيرو المارفل. النتيجه النهائيه فعلا يا جماعه من اجمد ما يمكن، مستوى الاخراج والتصوير واختيار الكادرات مع مستوى الاكشن الدموي والعبثي والمرعب ده، وفي وسط المشاهد رايان رينولدز عمال يتريق ويرمي افيهات 90% منها افيهات جنسيه منحرفه، وكاميوز عماله تطلع في اوقات ما تتخيلهاش اطلاقا، ضحك ومسخره واكشن مكثف جدا. حرفيا الفيلم ده يا جماعه بيخلص في ثواني. الفيلم طبعا مدته ساعتين، ولكن حقيقي لو هو كان 3 ساعات وبالمستوى ده انت ما كنتش هتحس بيهم نهائي. ده مش فيلم، ده سحله من اول لحظه لاخر لحظه، هو مش سايبك. لو حس انك زهقت شويه هيرمي افيه، لو سرحت شويه هيطلع لك كاميو، لو فكرت بس تقوم وتمشي هيبدا مشهد اكشن سخن مولع حالا بسبب او من غير سبب. كل ده طبعا مع تجربه ال 3 دي. ايوه الفيلم 3 دي، لو معاك نضاره ما تنساش تاخدها. تجربه ال 3 دي ممتازه لدرجه ان ده فيلم تشوفه 3 دي افضل من انك تشوفه 2 دي، لان 3 دي في الفيلم ده مختلف شويه عن اي فيلم 3 دي تاني. انا حاسس ان ده 3 دي عميق شويه، الحاجات البعيده في المشهد بعيده قوي فعلا، والحاجات القريبه قريبه جدا. ده خلى الفيلم واقعي قوي بالنسبه لي، حاسس اني قاعد جوه معاهم. وطبعا ده ودى الاكشن في حته تانية، مشاهد الاكشن في الفيلم ده مع ال 3 دي حرفيا كان في حاجات بتتحدف على عينك كانها بتخرج من الشاشه وبتدخل فيك شخصيا، لدرجه ان الناس في السينما كل شويه يعملوا كده. لا لا بجد شون ليفي عامل شغل عالمي في الفيلم ده، ده واحد من افضل الافلام اخراجيا في التاريخ. وكمان مستوى الكوميديا من ابدع ما يمكن، الفيلم ملقح على كميه حاجات. طبعا الفيلم زي ما احنا عارفين بيكسر الحاجز الرابع، فمن الاخر ديدبول مش سايب حد في حاله، ماسك عالم مارفل السينمائي وشركات الانتاج والممثلين داخل فيهم شمال، ما عندوش مشكله يتريق على حاجات في عالم دي سي السينمائي عادي جدا. وده كله بفضل مهاره رايان رينولدز، كوميديان من الطراز الرفيع قوي. عاجبني انه مش انا عبيط اذا انا كوميدي، لا هو ذكي جدا لدرجه انه كوميدي، بيعرف يقول اللاين المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب، والنتيجه فعلا مسخره. نيجي بقى للسؤال المهم، الكوميديا حلوه والاكشن خرافي، طب والقصه اخبارها ايه؟ انا مش داخل اشوف كوميديا واكشن بس، انا عايز قصه باحداث بشخصيات، ويعني فيلم، يعني عايز فيلم حلو. للاسف ده مش انسب فيلم ليك لو بتدور على قصه حلوه. قصه الفيلم تقريبا ولا حاجه، 2 بينقذوا عالمهم من الدمار، مفيش ابداع، مفيش حاجه جديده. ما تحطش امل ان في حاجه مختلفه ممكن تاخدها من الفيلم ده. ده مش اسوأ حاجه بالنسبه لي، حتى انا الاسوأ بالنسبه لي ان خلاص مارفل ما عندهاش اي نوع من الجرأه. فكر فيها، هم مش جايبين وولفرين ولا حاجه، لان وولفرين زي ما شفنا في نهايه فيلم لوجان 2017 مات، لكن
هم قالوا بقى نعمل ايه، هنجيب وولفرين بس من كون اخر موازي، يعني هنجيب وولفرين من عالم تاني مش بتاع ايرث 616 اللي هو مات فيه، لكن هنجيب وولفرين من عالم 10005 باين او حاجه زي كده، ونتخيل لو ان ديدبول وولفرين مع بعض. يبقى احنا كده حافظنا على التايم لاين الاساسي بتاعنا، وفي نفس الوقت عملنا الدويتو اللي بنحلم بيه. ده كده حصل اكتر من مره وخلاص مارفل اعتمدته. شفنا ده برضو في فيلم سبايدر مان نو واي هوم، شفنا ده في افلام مارفل بعد افنجرز اند جيم كلها. اساسا حته الاكوان الموازيه دي ادت لمارفل الامكانيه ان هي تستكشف براحتها بقى ايا كان الفيلم اللي هي عايزه تعمله عادي جدا بقى، ما عندهاش مشكله. ممكن تعمل لك فيلم سبايدر مان فيرسس ايرون مان، هنجيب توم هولاند يحارب ايرون مان بس مش من كون ايرث 616 لانه برضو ايرون مان مات فيه، لكن هنجيبه من كون موازي اخر عشان ما تبوظش القصه بتاعتنا. انا بس عايز اقول حاجه لمارفل، انا عارف انكم بتحاولوا على قد ما تقدروا ما تبوظوش القصه بتاعتكم والتايم لاين بتاعكم، وانا مقدر مجهودكم ده والله، بس لا هي بتبوظ فعلا يا جماعه. او على الاقل بالنسبه لي فيلم سبايدر مان نو واي هوم مثلا خرب لي ثلاثيه سام ريمي الى الابد، فلا انتوا بتبوظوا، انتوا بتحاولوا بس محاولات فاشله. عالم مارفل السينمائي كله اصلا بالنسبه لي بايظ، ما حافظتوش عليه. يبدو ان فكره الاكوان الموازيه ما دخلتش دماغي. غير كده القصه كلها اصلا فاضيه، والفيلن اهبل جدا، والحبكه بتاعه التي في اي اللي جابوا ديدبول وولفرين عشان يعملوا حاجه معينه وفي الاخر بيحصل تصادم بينهم وبتاع، طلعت فكسانه في الاخر. الفيلم كله مش معمول لاي حد عاوز قصه او بيتفرج على افلام لانه بيحب الافلام. يعني انا مش متخيل مثلا واحد من اللي بيتفرجوا على الافلام اللي من العيار التقيل قوي دول اللي طول الوقت بيتفرجوا على افلام وحيد حامد ومارتن سكورسيزي و24 ساعه قاعدين في السينما زاويه بيتفرجوا على افلام المهرجانات والافلام المستقله ومدمن كافيين بقى وبيشرب فودكا، لما يجي يتفرج على فيلم زي ديدبول اند وولفرين انا بصراحه مش متخيل شكله هيكون عامل ازاي. الفيلم بالنسبه له ممكن يبقى حاجه كارثيه قوي، هياخد لقب اميوزمنت بارك بامتياز، مش هيطيق اصلا يكمل الفيلم. فلا الفيلم من ناحيه القصه والرساله والحبكه والحاجات دي بلح. طبعا احنا ممكن نقول ان هو مجرد تجميعه من الميمز مارفل مجمعها من السوشيال ميديا ومن الفانز وحاطينها في فيلم واحد وخلاص. من الاخر انصح اكيد بمشاهده الفيلم ده وفي السينما، لان الفيلم ده ما ينفعش تشوفه 2 دي، لو ما شفتوش 3 دي يبقى خلاص مش لازم تتفرج عليه، مش هتندم اطلاقا على التجربه اللي هتاخدها من الفيلم. وكده كده الفيلم عارف مركزه، وهو عارف انه فيلم هلس، الفيلم نفسه مش واخد نفسه بجديه، فهو مقدر انك داخل بهدف الترفيه، ومن ناحيه الترفيه فهو فيلم ترفيهي ممتاز. لو انتوا شله من الشباب بتحب افلام مارفل داخلين عايزين تفرفشوا وتاكلوا فشار وتضحكوا، اقدر فعلا اقول لكم ومن غير اي خوف سيبوا ولاد رزق 3 وخشوا الفيلم ده. فيلم ديدبول اند وولفرين تقييمي ليه 7.5 من 10. ما اقدرش اقول انه فيلم عظيم لان القصه عبيطه جدا، وبرضه ما اقدرش اقول انه فيلم وحش لان بصراحه استمتعت بوقتي ومش ندمان على التجربه ككل. دي كل حاجه عندي عن الفيلم، قولوا لي رايكم في الكومنتات، ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه، واشوفكم في اللي بعده.